بيبدأ فيلم النهاردة بطفل اسمه كودي وبيكون نايم وفجأة بيدخل عليه والده بالتبني وهو خايف من حاجة وبيرفع عليه المسدس وبيبقى عايز يقتله ولكن ما بيقدرش على آخر لحظة ان هو يقتله وبيرمي المسدس من ايده. وبعد مدة من الوقت بيظهر اتنين متجوزين اسمهم جيسي ومارك اللي بيكونوا في ميتم عشان بيبقوا محتاجين ان هما يتبنوا طفل، وبتعرفهم المسؤولة عن دار التبني على الطفل كودي وبتعرفهم ان هو واجه صعوبات كتير في حياته ومامته توفت وهو عنده 3 سنين وفي اتنين اتبنوه ولكن بان انهم ما كانوش مناسبين ليه، والاتنين اللي بعدهم اختفوا من البيت وكودي فضل شهر كامل في البيت لوحده لحد ما رجع لدار التبني من تاني، وبتعرفهم انه محتاج لعيلة ترعاه وما لقيتش انسب منهم ليه فبيوافقوا ان هم ياخدوا كودي. بيرجعوا يجهزوا بيتهم لاستقبال كودي تاني يوم وبيشيلوا صور ابنهم جوش اللي مات، ومارك بيتأكد من بانيو الحمام انه امن وده لان جوش مات بسبب انه غرق فيه وده مسبب لهم صدمة. عشان يتخطوا اللي حصل قرروا ان هما يتبنوا طفل، وتاني يوم بتوصل المسؤولة هي وكودي بيحب البيت جدا وشاف صورة جوش ولكن ما بيعلاش عليها وبيدخل يشوف اوضته الجديدة. بيعرفون ان هما ما جددوش الاوضة لانهم عايزينه يختار معاهم اوضته الجديدة بنفسه، ولكن كودي بتعجبه جدا وده لان الستارة بتاعت الاوضة موجودة عليها رسومات على شكل فراشات وكودي بيكون بيحب الفراشات جدا. وتاني يوم بيروح المدرسة ويومه بيمشي عادي جدا، ولكن لما جيسي بتروق الاوضة بتاعت كودي بتلاحظ الصندوق بتاعه تحت السرير ولما بتفتحه بتلاقيه مليان منبهات بتساعد ان الانسان ما ينامش، وبتستغرب جدا. ولما بيوصل كودي على البيت بتعرفه ان هي لقت الصندوق بتاعه بالصدفة وشافت المنشطات بتاعته اللي بتخليه ما بينامش، فبيعرفها كودي ان هو بيكره النوم جدا. ولما جيسي بتسأله عن السبب بيعرفها ان بيشوف كانتر اللي اكل مامته، فبتطمنه جيسي وبتعرفه ان مفيش اي حاجة في البيت ده وان هو نقل بيت جديد وحياة جديدة ومش هيحلم بكندر ده تاني، وبتطلب منه انه ينام وهو مطمن. ولما جيسي بتنزل بتكون هي وبركة قاعدين في الصالة وبيلاحظوا ان في فراشات ملونة بتطير حواليهم وبيكونوا مش عارفين فين مصدرها او جاية منين، وفجأة بتختفي من قدامهم وبيبقوا مش فاهمين حاجة وبيطلعوا عشان يناموا. وجيسي في نص الليل بتنزل عشان تجيب مية وهي واقفة في المطبخ كده بتتخيل جوش ابنها قدامها، بتكون مرعوبة جدا لانه بيكون واقف وبيبص عليها وفجأة بيختفي ولكن ما بتهتمش وبتطلع تنام لانها عارفة ان هي بتتخيله من ساعة ما مات. وتاني يوم بيكون كودي واقف قدام صورة جوش وبيسأل عنه، فبرك بيعرف ان هو مات وموجود في الجنة حاليا. وبيجي ميعاد نوم كودي من تاني واول ما بيقفل عينه بتبدأ تظهر فراشات في الصالة زي اول يوم، ولكن المرة دي بقى ما بتظهرش الفراشات بس انما بيظهر ابنهم جوش قدامهم كمان وبيقدروا ان هم يلمسوه كأنه حقيقي بالظبط، وبيكون لابس نفس اللبس اللي كان في الصورة. واول ما كودي بيفتح عينه جوش بيختفي من حضن جيسي وبيلاقي كودي نازل من اوضته بيعتذر لهم على اللي عمله وعلى الحلم بتاعه وبيوعدهم ان هو مش هينام تاني. وتاني يوم بتودي جيسي للمدرسة وبترجع بيتها وبتفضل بص على صورة ابنها جوش وبتتكلم مع جوزها وبتعرفه انها تتمنى لو كانت سمعت صوته كمان. ولما بتروح عشان تاخد كودي من المدرسة وبيرجعوا مع بعض بيلاقوا بارك مجهز ليهم بيتزا وبيقضوا وقت مع بعض جميل جدا. بعد كده بتطلع جيسي اسطوانة عليها فيديو لجوش عيد الكريسماس وهو بيضحك وبيتكلم، وده على امل ان لما كودي يشوف الفيديو يحلم بجوش من تاني وهو بيتكلم وساعتها هيظهر لهم وهيقدروا يسمعوا صوته. ولما كودي بيطلع وينام بتطمنه جيسي وبتعرفوا ان هما مش متضايقين منه وبتطلب منه انه ينام وهو مرتاح. وبتكون جيسي وباركة قاعدين في الصالة مستنيين على امل ان جوش هيظهر لهم، وفعلا بعد شوية بتبدأ تظهر الفراشات من تاني وبتتحول الصالة على الشكل اللي كان موجود في الفيديو يوم الكريسماس، وبينزل جوش من اوضته بنفس الهدوم اللي كانت موجودة في الفيديو وبيقدروا ان هما يسمعوا صوته كمان. ولكن لما كودي نام بترجع له الكوابيس بتاعته وهو كانتر وبيقرب منه وبيعرفه ان دايما معاه ومش هيسيبه ابدا. وفجأة بيصحى كودي وهو مرعوب وساعتها جوش بيختفي وكودي وهو في المدرسة بدل ما بيرسم فراشات بيرسم كانتر وبيشخبط على وشه على امل انه يبعد عنه. ولما بارك بيروح على البيت هو وكودي بيلاقي جيسي ملت البيت بصور جوش وبيكون بارك متضايق جدا وبيبقى ناوي يتكلم معاها عشان عارف انها بدأت تستغل كودي ان هو يحلم بجوش وما بيهمهاش كودي بيعاني من ايه وانها انانية، وبيبدأ يشيل في صور جوش من المكان. ولكن كودي بيرفض انه ينام طول الليل. وتاني يوم بيروح المدرسة وبيكون معاه فراشة عشان يهديها لزميلته في الفصل، ولكن بيتعرض للتنمر وزميله بيوقع فراشته وبتموت. وبيدخل كودي للفصل وبيحس انه عايز ينام، فمعلمته بتقترح عليه يرتاح في البريك شوية وبينام غصب عنه. وفي الوقت ده بيدخل عليه زميله المتنمر عشان يضايقه اكتر، ولكن بيشوف حواليه فراشات غريبة والفراشات دي بتتحول لوحش مخيف بيهجم على طفله وبيخليه يختفي من المدرسة كلها. وبتكون زميلة كودي شايفة اللي بيحصل وفجأة بيصحى كودي وبيركب العربية مع جيسي بسرعة لانه بيكون
خايف، وبتكون الشرطة بتحقق في اختفاء الطفل ده. وبيجي الليل وبتكون جيسي سهرانة على امل تشوف جوش، وبتروح تعمل قهوة لكن بتلاقيها خلصانة، وده عشان بيكون كودي بياخد القهوة كلها وبيشربها عشان ما ينامش. ولكن بيبدأ كودي يشوف كوابيسه حتى وهو صاحي، وبيفضل يصوت لحد ما بتدخل على جيسي وبتطمنه ان هو ينام. ولكن كودي ما بينامش برضه، وتاني يوم بيرفض كودي يروح المدرسة لانه بيكون حاسس انه تعبان، فبياخد برجر عشان يجيب له سرير جديد، وبيبقى فرحان بيه جدا. وجيسي بتروح للدكتور تبعها وبتعرفه على حالة كودي انه بقاله يومين متواصلين ما نامش، وساعتها الدكتور بيديها منوم للاطفال، وبتروح تجهز لهم عشاء وبتحط المنوم في مشروب كودي وبياخده بيروح في نوم عميق. وساعتها بارك وجيسي بيشوفوا جوش، ولكن فجأة شكله بيتحول وبيقلب على اللي بيجي لكودي في كوابيسه وبيهاجمهم، وبيجري بارك على كودي وبيصحي فيه. ولكن جيسي بتعرفه انه مش هيصحى دلوقتي خالص لحد ما مفعول المنوم ينتهي. وكانكر بيكسر عليهم الباب وبيقدر ان هو يستحوذ على بارك وبيخفيه من الوجود، وبيضرب ضربة قوية لجيسي وبتفقد الوعي. وبتصحى تاني يوم على صوت كودي وهو بيكلم الشرطة وبيعرفهم ان مامته فاقدة الوعي، وبيبقى خايف. واول ما الشرطة بتيجي بيكتشفوا ان كودي كان واخد منوم، فبيؤمر انه يرجع للدار التبني من تاني، لانهم بيبقوا شايفين ان اللي جيسي عملته ده هيسبب خطر على كودي ومش هيبقى في امان معاها. ولما بيحققوا في اختفاء جوزها ما بيوصلوش لحاجة، وبتكون جيسي حاسة بتأنيب ضمير لان السبب في اللي حصل لجوزها وبسبب انانيتها. وبتروح على دار التبني وبتطلب من المسؤولة انها ترجع لها كودها على امل انه يقدر يرجع لها جوزها من تاني وتصلح اللي عملته. ولكن المسؤولة بترفض وبتطردها من المكان. ولكن قبل ما تمشي بتاخد اوراق تخص كودي والاهالي اللي اتبنوه قبلها، وبتلاقي شخص من اللي اتبنوه عايش ولكن موجود في مستشفى الامراض العقلية، وبتقرر انها تروح وتتكلم معاه وبتسأله لو يعرف طريقة ترجع بيها جوزها. تعرف ان مراته هي كمان اختفت، وبدأ يحكي لها انهم اول ما اتبنوا كودي كانوا مبسوطين بيه جدا لحد ما في يوم شافوا الفراشات في كل مكان في البيت، وقالوا انه طفل مميز جدا وكأنهم عايشين في سحر. وفي يوم من الايام مراته تعبت، والموضوع ده غير نفسية كودي جدا لحد ما صحي في يوم لقى مراته بتصوت وبيلاقي اللي اسمه كانكر ده بيستحوذ على مراته واختفت من جنبه. من ساعتها محدش مصدقه ورموه في المستشفى. وبيعرفها برضه انه حاول يقتل كودي ولكن ما قدرش، والحل الوحيد عشان محدش يموت من تاني انه كودي يموت، وبيطلب منها تنفذ اللي ما قدرش يعمله وتقتله هي. ولكن جيسي بترفض وبتسيبه وبتمشي، وبتبدأ تدرس ملف كودي وبتقدر انها توصل للمستشفى اللي توفت فيه مامته. والممرضة لما بتعرف القصة بتعرفها على صندوق خاص بوالدته في الارشيف يمكن يساعدها توصل لحاجة، وفعلا بتاخده وبتلاقي فيه عروسة على شكل فراشة ودفتر فيه مذكراتها. وبتطلع بعد كده على الدار وبتلاقي الدار كله فراشات، فبتعرف جيسي ان كودي نام بالغلط، وبتقنع نفسها ان كل اللي هتشوفه ده مجرد كوابيس مش اكتر. وبتطلع وبتلاقي مسؤولة الدار محبوسة جوه خيوط كبيرة، فبتعرف جيسي ساعتها ان كودي هو اللي عمل كده وهو نايم في كوابيسه عشان يحميهم من الكانكر. وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقي نفس البانيو اللي ابنها غرق فيه، وبتقنع نفسها انها مجرد تخيلات وبتمشي. ولكن بتلاقي في وشها طفل شكله مخيف وبيرميها على الارض، وبتلاقي ابنها جوش في البانيو وبيغرق. ولكن هي بتجمد قلبها وبتخرج من المكان من غير ما تقرب منه لانها عارفه انه فخ من الكانكر. ولما بتدخل اوضه تانية بتلاقي كودي قاعد لوحده وبيبان انه مش كودي الحقيقي. وفجاه بيظهر بارك وجوزها وشكله مخيف وعيونه بره، وبتجري من المكان لحد ما بتلاقي الاوضه اللي كودي الحقيقي نايم فيها. ولسه هتدخل بيظهر الكانكر وبيرميها بعيد وبيهجم عليها. ولكن قبل ما بيقلها بيطلع الفراشه بتاعت والد كودي، وبيقدر الكانكر ان هو يتعرف عليها. وفجاه حجمه بيصغر لحد ما بيتحول لكودي نفسه، وفجاه بيختفي. وبتدخل تاخد كودي الحقيقي من المكان، والاشخاص اللي كانوا محبوسين بيقدروا ان هم يخرجوا من الشبكات اللي كانوا فيها وبيكونوا عايشين. وبترجع جيسي بكودي على البيت وبتديله دفتر يوميات مامته، وتعرفوا ان اتولد بميزه مش موجوده عند حد، وهي ان احلامه بتتحقق لحقيقه، وان مامته كاتبه كل حاجه في دفترها لحد ما تعبت وطلع عندها مرض السرطان. وفي الوقت ده كانت حالتها متقدمه جدا وشكلها اتحول زي الكانكر اللي بيظهر لكودي في كوابيسه لما بيودوا كودي ليها عشان تودعه. من ساعتها وصورتها في بال كودي، والصوره دي كانت بتتطور لحد ما وصل لشكل مخيف، ومقتنع ان ده كانكر اللي اكل مامته، واللي خلاه يقول ان هو كانكر لانه جاي من اسم كانسر. كان ما بيعرفش ينطقه صح وبيكون ناسي كل حاجه ومش فاكر غير ان الكانكر ده اكل مامته وبس. وبتعرفه جيسي انها محتاجه ابن حنون في حياتها، وكودي محتاج ام في حياته، وبتأسف له انها استغلته زي باقي الناس، وبتوعده انها تحميه للابد. وبيبقى في احتماليه ان زي ما كان قادر يخفي الناس مع الوقت موهبته تتطور ويقدر ان هو يرجعهم من تاني. وفعلا بيقدر كودي ان هو يجسد فراشه حقيقيه من غير ما ينام. وبينتهي فيلم النهارده على كده. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه عشان توصلك كل الملخصات الجايه. كانت معاكم روما من قناه افلام روما. باي.